ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. تيجوا كده نعمل مع بعض وصفه سهله وبسيطه كل الناس بتعشقها، وهي تورته الجيلي بالفراوله. طعمها خطير جدا. هنعملها النهارده بطريقه سهله هتطلع معاكي بالجمال والحلاوه دي. ده غير انها تعجب اولادك جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. ولو لسه اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. ولو بتتابعيني على الفيسبوك يا ريت ما تنسيش تعملي شير وتعملي متابعه عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. يلا بينا نبدا وصفتنا. في الاول كده انا يكون معايا 2 باكت من جيلي الفراوله. هنزل عليهم ب2 كوب من المية المغلية. هقلب بقى الجيلي بتاعي تمام جدا، محتاجة ان هو يدوب تماما، مش عايزة فيه اي خرز كده او يكون فيه اي حبيبات منه. فانا هفضل اقلبه. انا طبعا مش هرفعه على النار، انا بنضيفها هنا مية مغلياها كده في الكتل وبضيفها، فمش مستدعي ان انا ارفعه على النار. في الوقت ده انا هنزل عليه بكوبايتين من المية من الحنفية واقلب كويس جدا. هتحس كده ان هو متكون زي طبقة كده من الريم كده على الوش، اللي هي الرغوة اللي على الوش دي. طبعا دي لازم نشيلها عشان الجيل بتاعي يطلع معاكي صافي كده ومبقاش فيه اي فقاعات. فانا هشيل كل الطبقه اللي قدامي دي دلوقتي، وبعدين هجيب الجيل بتاعي ده وهقسمه كده على جزئين. هجيب بوله تانية، هضيف هنا التلت والتلتين. في الوقت ده انا بصي انا ضفت هنا تلت وهنا تلتين. الجزء اللي هو الصغير اللي هو التلت انا هسيبه كده يبرد على جنب، والتلتين انا هدخلهم التلاجة. في الوقت ده على ما الجيلي بتاعي اللي انا سيبته كده بره يبرد هنجهز مع بعض الكيكه بتاعتنا. معايا هنا 3 بيضات، ومعايا هنا ربع كوب من الدقيق الاسبونج. ضفت عليه ربع كوبايه من الميه ومعلقه من المحسن الجل. طبعا ضفت الفانيليا. هضربه كويس جدا لغايه ما اديني كده قوام يكون عامل زي الفوم. انا بضرب كده على سرعه عاليه لغايه ما اللون بتاعي يفتح ويبقى كده كريمي معايا. طبعا هتحس ان القوام بتاعه اتضاف معاكي. كده يبقى الاسبونج بتاعي جاهز. طبعا انا مجهزه الصينيه بتاعتي وادخله درجه حراره 180 في الرف الاوسط. طبعا الفرن بتاعنا احنا مشغلينه من قبلها. طبعا ما فيش شوايه بتشتغل، بشغلها بس الفرن من تحت بتقعد حوالي من تلت ساعه لنص ساعه. انا هنا هضيف الخليط بتاعي كله وابدا بقى ايه اسويه كده في الصينيه بتاعتي. طبعا تقدري تستخدمي اي كيك انت بتفضليه، كيك فانيليا، بس هو الاسبونج بيبقى هش اكتر عن الكيك العادي، ممكن يكون مكتوم شويه. دي كده شكل الكيك بعد ما طلعت. انا هنا قشرت طبعا الوش بتاعنا، لان الوش بتاع الكيك بيبقى متكون فيه زفرة البيض، فده اساسي لازم نشيله. تعالوا هنا بقى نرتب الكيكه بتاعتنا. انا هنا طبعا جبت الصينيه بتاعتي بعد ما طلعت الكيك منها وغسلتها. جبت الجيلي اللي انا كنت سايباه بره لغايه ما برد. هنزل كده بالجيلي بتاعي، ومعايا هنا فراوله انا مقطعاها كده شرايح. طبعا تقطعها مكعبات، شرايح، اي حاجه، انصاص، اي حاجه انت بتفضليها. واضيف الفراوله بتاعتي. بس طبعا الجيلي بتاعنا كان بارد تماما يعني. وهوزع بقى الفراوله بتاعتي كده مع الجيلي، وبعدين هدخلهم التلاجة تاني، بحيث ان الجيلي بقى يتماسك كده مع الفراوله ويعمل لي طبقه كده متماسكه في الصينيه بتاعتي. ودي كده اول طبقه احنا كده نكون جهزناها. معايا هنا الكيك بتاعي، انا هنا اقطعه بالمنشار على ايه درجه 5. لو انت مثلا بتستخدمي منشار مفيش مشكله، ممكن تعمليه على درجه 5 بحيث يديكي كده طبقتين متساويين شويه. لو بتقطعي بالسكينه مفيش مشكله، ممكن تعمليها بالنظر برضو مفيش مشكله عادي. انا هنا في الوقت ده هجهز مع بعض الكريمه. معايا هنا كوبايه من الكريمه، كريم شانتيه. هنزل عليه كوبايه ونص من الميه ومعلقتين من السكر. تقدري تستخدمي اي نوع كريمه انت بتفضليه، موجود دريم، موجود المتحده، اي حاجه انت بتحبيها تقدري تستخدميها يعني مفيش اي مشكله. انا هنا هضرب الكريمه بتاعتي لغايه ما تديني القوام المطلوب. ده كده تمام معايا بالنسبه لي. كده خلاص الكريمه بتاعتي جاهزه. وطبعا طبقه الجيلي يعتبر اتماسكت تماما. هنطلعها دلوقتي من التلاجة ونبدا بقى نجهز طبقات الكيكه بتاعتنا. ده كده تمام. الجيلي بتاعنا خلاص جهز. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب هنا طبعا الجيلي اللي انا كنت مدخلاه التلاجة بالاول. انا ما خليتوش يمسك زياده عن اللزوم. عارفه كده دلوقتي تحسي كده ايه، هو ماسك بس مش قوي يعني لسه فيه شويه. فانا هجيب هنا معلقتين منه هضيفهم على الجيلي بحيث لما اجي احط الكيك بتاعي يتماسكوا كده مع بعض. انا هنا هلزق بقى الكيكه بتاعتي كده في طبقه الجيلي اللي انا ضفت فيها معلقتين عشان يبقى متماسكه كده وماسكه في بعضها. في الوقت ده انا هجيب بقى الكريمه بتاعتي وابدا اوزعها.
استخدمي بقى كيس تلاجة، كيس حلواني، المتوفر بالنسبة لك، مفيش اي مشكلة. هي طبقة خفيفة جدا، مش كتير يعني. في الوقت ده انا مقطعه كده مكعبات من الفراولة، هبدأ اضيفها. في الوقت ده انا هنزل بقى بالفراولة بتاعتي اللي انا مقطعاها كده مكعبات. تبقى طعمها حلو جدا مع كيكة الفانيليا والكريمة بتاعتنا. ده غير كمان طبقة الجيلي، بجد الطعم في منتهى الجمال. متأكدة ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم وهتقوموا نجربوها على طول. وبقى اننا بقى خدنا الاجازة، طبعا لازم ندلع الولاد شوية. انا هنا بعد ما وزعت كل كمية الفراولة اللي معايا، هبدأ بقى اجيب طبقة الكيكة التانية وابدأ احطها. طبعا طبقة الجيلي اللي احنا كنا سايبينها هتحسي كده ان هي ايه، قوامها تقيل شوية. ده هبدأ اضيفها كده ايه، حاططها كده في حاجة تكون لها زي بوزة كده عشان ابدأ احطها إيه من الجنب بتاع الكيكة. طبعا انت هتحسي كده ان الكيكة بتاعتنا عالية، وان هي كده ايه مش واصلة للصينية بتاعتنا تماما. لا، احنا هنضيف بس الجيلي بتاعنا الاول، وبعد كده هنضغط على الكيكة بتاعتنا دي بأي حاجة تكون تقيلة. طبعا انت تحس ان الجيلي بتاعك تقيل شويه. طبعا ده افضل، لان احنا لو عملناه الجيلي بتاعنا يكون سايل، الكيكه بتاعتنا هتشربه ويبقى لونها كده ايه، كلياته تحس ان هو فراوله، ومش هيبقى احسن حاجه بصراحه. فاحنا سيبناه كده لغايه ما يتقل معانا عشان نبدا نوزعه، وهيدينا قوام حلو جدا في الاخر. فانا هنا خلاص بعد ما وزعت كل كميه الجيلي، هبدا اجيب بقى اي حاجه تكون تقيله كده وابغط، ابدا اضغط بقى ايه على الكيكه بتاعتي كده من فوق. جبت كده اي بورد او اي طبق اي حاجه، لغايه ما ضغطت عليها ولفيتها كده بستريتش راب وادخلها التلاجة. اهم حاجه لما تدخلي التلاجة لازم تبيتيها ليله، عشان تقدري تتحكمي فيها وتقدري تشتغلي عليها. انا هنا بعد ما بيتها ليله وطلعتها، هجيب هنا بوله هضيف فيها ميه مغليه، واحط بقى ايه الكيكه بتاعتي كده مده ثواني، يعني ايه مش هضيفها مده كبيره، عشان اقدر اقلبها وتطلع معايا بكل سهوله. فانا اجيب هنا بقى نجرب كده، طبعا واحنا بنقلبها كده نسمي الله عشان تتقلب معانا بكل سهوله، وما تغلبناش كده واحنا بنقلبها. فنسيبها كده وتطلع معانا بالجمال والحلاوة دي. عايزة اقولك طعمها خطير جدا، هتعجب الولاد، حاجة كده في منتهى الجمال بجد.